بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. كواليس الكاف شاعلة بانقسام حاد على طبيعة العقوبات اللي كيتسناها المدرب والاتحاد السنغالي. كاين تيار صارم كيطالب بعقوبات رادعة، توقيف طويل، غرامات ثقيلة، وممكن كاع الحرمان من النسخ الجاية. والسبب ثبوت سبق الإصرار في الإساءة للبلد المنظم وسمعة البطولة. هذا الوضع كيحط المدرب السنغالي في مقارنة صعيبة مع الأطر الوطنية المغربية، وعلى راسهم وليد الركراكي اللي شانه طالع دوليا بفضل الانضباط والاحترافية الحقيقية اللي خلاته محط أنظار منتخبات كبيرة، في الوقت اللي نظيره السنغالي كيدفع راسه للانتحار المهني بسبب تبعيته الأجندات ما عندها حتى علاقة بالكرة. وفي الجهة الأخرى من المشهد جاء بلاغ الديوان الملكي باش يرسم معالم الانتصار الحقيقي للمغرب، انتصار فات حدود الرياضة الضيقة لأبعاد سوسيولوجية وسياسية أرحب. سيدنا الملك محمد السادس نصره الله ركز في رسالته على مصطلح مكونات الأمة المغربية بدل كلمة الشعب بوحدها، وهذا اختيار دلالي عميق كيقوي مفهوم الكيان الحضاري الموحد اللي متجبر في التاريخ. هذا الخطاب ما كانش موجه غير للداخل، بل كان ميساج مشفر للخارج. المغرب كتلة واحدة، وأي محاولات للتفكيك أو زرع الفتنة اللي كيديروها كيانات وظيفية ديما كتحطم على صخرة الوعي الجماعي ديال هاد الأمة. النجاح ديال المغرب ما بقاش غير هضرة وشعارات، اليوم ولينا كنهضروا بلغة الأرقام والواقع الاقتصادي. المداخيل ديال البطولة سكتات كاع دوك اللي شككوا فينا وبينوا ليهم باللي الحسابات كانت مضبوطة. التقارير كلها كتقول المغرب ماشي غير رجع الفلوس اللي حط في البنية التحتية، بل حقق أرباح خيالية ومكاسب لوجستية كبيرة اللي غتكون هي الساس الصحيح لاستضافة كأس العالم 2030. داكشي اللي سموه الحساد تبدير وضياع السياسة الحكيمة ديال المملكة بينات باللي هو استثمار ذكي ومربح. الفنادق، الملاعب والطرق هذه كتبقى لينا والاقتصاد ديالنا، وهادشي كيعني باللي المونديال الجاي التكلفة ديالو غتكون تقريبا والو من ناحية المصاريف الإضافية. وفي هذه الروينة الإعلامية والسياسية الجمهور المغربي بجميع أطيافه، عيالات، رجال، دراري صغار، وحتى خوتنا في الخارج بينوا على وعي استثنائي، عرفوا يفرقوا مزيان بين الحقيقة وبين الكذوب. كاع دوك المحاولات الفاشلة باش يشوهوا سمعة المغرب ما زادتنا غير قوة، تلاحم وافتخار بمغربيتنا. وكيف ما جاء في البلاغ الملكي، الشعب المغربي عنده مناعة قوية ضد الحقد والتفرقة، عارفين مزيان باللي هاد الحملات المسعورة هي أكبر دليل على النجاح اللي واصلين ليه، وهي اعتراف بالفشل ديال هادوك اللي ما بقى ليهم غير الغوات، بينما القافلة المغربية غادية بخطى ثابتة نحو القمة. في الآخر نقدروا نقولوا باللي هاد النسخة من كاس إفريقيا ما كانتش غير مجرد كرة ومنافسة، بل كانت امتحان حقيقي للقوة والمكانة ديالنا. المغرب خرج رابح ومنتصر بالقيادة الملكية الحكيمة، بالشعب الواعي، وبالبنية التحتية اللي شرفتنا. وفي الوقت اللي حنا كنحققوا الإنجازات، الخصوم خرجوا كيجروا خيبة الآمال والعقوبات. الأحداث أكدت باللي المغرب ما كيشاركش غير باش ينافس، المغرب كيصنع التاريخ وكيغير موازين القوى، والناس اللي اختاروا طريق العداوة ما بقى ليهم غير الحسرة والمشاهدة من الهامش. الواقع اليوم واضح، المغرب كيثبت الزعامة ديالو في القارة بنجاحات ملموسة ورؤية ملكية ثاقبة، في الوقت اللي فيه الخصوم غارقين في أزمات صنعوها بيدهم. غتبقى الأمة المغربية رقم صعب وحيط عالي اللي يستحيل حد يتجاوزه أو يقيس الهبة ديالو. مادام كنهضروا على الإنجازات، أجي نطلعوا على الموضوع، ولكن من الشوفة ديال الرابور دومبيغ. فلسفة الرابور في تفكيك الجغرافيا. المغرب قصة عصامي وسط درب عامر صداع. توفيق حازب دومبيغ خرج هاد المرة بعيد على الموسيقى باش يشرح لنا الواقع بمنظور سوسيولوجي حقيقي عبر فيديو داربوز كبير. بيغ ما اكتفاش بالرد على الخصوم، ولكن شبه المغرب بداك الدري ولد الحومة الشعبية اللي تقاتل وطلع من والو حتى ضرب لاصتو بين الكبار. ومن هنا بدات عقدة النجاح عند الجيران اللي عجزوا يوصلوا اللي وصل ليه وبقاو حاصرين راسهم في الحسد والإنكار. بيغ وجه رسالة قوية، هاد نفس الحارة اللي شفناها في الكرة خاصنا نستثمروها في السبيطارات وفي المدارس ديالنا باش قصة النجاح تولي واقع كيعيشو كل مغربي. دومبيغ كيعطينا واحد الصورة ذكية
كتلخص عقود من التطور في المغرب. تخيل معايا المملكة بحال شي شخص عصامي ولد الدرب وتقاتل بصح باش يطلع في السلم الاجتماعي ويوصل لواحد النيفو محترم. هاد الصورة ماشي غير وصف عابر، هذا مسار دولة انتقلت من التحديات البسيطة لتدشين مشاريع كبرى واقتحام الأسواق العالمية. بلا ما نساو بر الوالدين اللي هو الوفاء للأصل والجذور، وخا السيارة فارهة والبنية التحتية مطورة. ولكن هنا كاين واحد المشكل في العلاقة بين هاد النجيح وبين الدرب اللي كبر فيه. بيك كيشير لواحد العقلية معقدة، حيت ولاد الدرب القدام اللي هما الجيران والخصوم في منطقتنا ما كيشوفوش فيه قدوة، لا كيعتبروا أي خطوة وأي إنجاز كيحققوه هو تعياق ومحاولة باش يبان حسن منهم. هاد النقطة كتبين الأزمة العميقة ديال الموحد اللي ما قادرش يستوعب كيفاش واحد منهم دار اللي هما فشلوا فيه، فكيتحول الإعجاب لعداء ممنهج وإنكار تام للواقع. هاد التقرير كيربط هاد التحليل بتوقيت بطولة الكان، وبيغ كيشوف باللي هاد التشويش اللي واقع ضد المغرب ما هو إلا نتيجة لواحد الحقد طبقي وجيوسياسي حقيقي. هاد النجاح في التنظيم والقوة ديال المؤسسات المغربية والتدبير اللي وصل للمستوى العالمي كلها عوامل كتفيكسي الأطراف اللي باقا واصلة للحافة وباقا وحلة في بلاصتها، بحال إلا باقين في حومة شعبية قديمة. المغرب اليوم عنده هوية مزدوجة كيجمع بين الحداثة ديال العالم والتمسك بالأصول والجذور ديالو، وهذا الشيء هو اللي دوخ الخصوم اللي كيشوفوا في كل نجاح مغربي مرايا كتعري الفشل الداخلي ديالهم. في هذا المنعطف بيغ كيدوز من التشخيص ديال برا للنقد البناء ديال الداخل، وكيطرح سؤال جوهري: إذا كنا قادرين بنفس الكفاءات والموارد وداك من نفس الحارة اللي فينا ننظموا تظاهرات عالمية بهذا المستوى، علاش ما نطبقوش هذه التجربة في المجالات اللي كتمس حياة المواطن كل نهار؟ الدعوة هنا صريحة، خاص عدوى النجاح تنقل من التيران والواجهات الدبلوماسية، القاعات السبيطارات وفصول المدارس. السر كامل كاين في المغاربة فقط. هذا الكنز البشري هو اللي ربحنا به التحديات الكبرى، وهو نيت المفتاح باش نصلحوا المنظومة الاجتماعية ديالنا. هذا النضج كيبين باللي القوة الناعمة والتسويق للمغرب البرا واخا هما ضروريين باش نوقفوا البروباغندا ديال أصحاب الهوق، خاصهم يمشيو جنب جنب مع تقوية الجبهة الداخلية بخدمات عمومية تكون في المستوى ديال ديك السيارة الفاخرة اللي كيتباهى بها أي واحد ناجح. كيسالي هاد التحليل بالتركيز على استراتيجية التجاهل الفعال. بيغ كيشوف باللي أحسن رد على صداع الخصوم وحملات التبخيس ماشي هو الدخل في صراعات جانبية خاوية، لا، الرد الحقيقي هو تزيد القدام في الخدمة وفي الإنجاز. وهذيك الجملة ديال نتبعوا الكذاب لباب الدار كتعبر على ثقة كاملة باللي الواقع اللي في الأرض هو اللي غادي يربح في الآخر، وباللي هاد الصداع في الميديا ما هو إلا غوات فواد خالي، مع التأكيد طبعا على التوابت الوطنية: الله، الوطن، الملك، كركيزة حقيقية للاستقرار النفسي والسياسي في مواجهة كاع العواصف اللي دايره بينا. في المحصلة خطاب دومبيغ خرج من عباءة الفنان باش يلبس كسوة المحلل الاستراتيجي ويقدم لنا سردية مغربية خالصة. هي سردية ديال دولة قررت تخرج من جلباب الحي للعالمية، دولة عارفة مزيان باللي ضريبة النجاح هي الحسد، وباللي التحدي الحقيقي ماشي هو تسكت الخصوم، التحدي هو توجه هذيك الطاقة وقوة التنظيم لبناء الإنسان المغربي في صحته وفي التعليم ديالو، وبنفس القوة اللي كتبني بها المملكة صورتها قدام العالم. ودابا اجيو نشوفوا هاد السعار الجزائري فين وصل بهم. كان 2025 ماشي غير كورة، هذه ولات حرب إعلامية شاعلة في قلب المغرب العربي. شهادات ديال إعلاميين وجمهور من تونس على قوة التنظيم المغربي شعلات الغضب في المنابر الجزائرية. اتهامات متبادلة ومحاولات لفرض وصاية على الجيران. هادشي كيبين شحال الشرخ كاين وكيفاش السياسة غطات على الروح الرياضية. في الأوساط المغاربية الهضرة ما بقاتش على التكتيك ولا الملاعب، ولينا في ساحة معركة حامية الوطيس. البداية وفد تونسي زار المغرب ونقل بالصوت والصورة داكشي اللي شاف في طنجة والرباط، بنية تحتية عالمية واستقبال كيشرف. ولكن هاد الحقيقة ما عجباتش شي ناس. شهادات عفوية رجعوها هجوم، وحملات لاذعة من مؤثرين ومنابر جزائرية اعتبروا الشكر التونسي خروج على النص السياسي اللي باغين يفرضوه.
الرياضة اليوم ولات هي الساحة البديلة فين كيتصفاو الحسابات. الحملة الإعلامية اللي توجهت ضد التوانسة خدات واحد النبرة حادة بزاف، فاتت النقد الموضوعي ودخلات في خانة التجريح الشخصي والتشكيك في الأخلاق. المراقبين رصدوا استعمال مصطلحات كتقيس النخوة والرجولة مع اتهامات مباشرة بالتبعية، غير حيت اعترفوا بالنجاح التنظيمي اللي حقه المغرب. هذا الخطاب العنيف كيكشف محاولة لفرض نوع من الوصاية الإعلامية على الجيران. باغين الرأي العام في المنطقة يتبنى رواية واحدة، وهي اللي كيروج لها الإعلام الجزائري، وأي خروج على هذا الإجماع المفروض كيتم المواجهة ديالو بحملات تخوين وتشويه ما منهجة. في العمق ديال هذا الصراع كاين عقدة المقارنة اللي مبرسطة صانع القرار الإعلامي في الجزائر. السردية اللي تسوقات لسنين طويلة كانت كتحاول تصور المغرب كدولة غارقة في الأزمات والفشل المؤسساتي، ولكن التصور الحية اللي انقلتها قنوات تونسية محايدة كذباتها الدعاية كاملة، وبينات الفرق الكبير في البنية التحتية الرياضية بين البلدين. هنا فين كاينة خطورة الشهادة التونسية، حيث ماشي مجرد رأي عابر، بل هي مراية عكست الحقيقة، وخلات المتلقي الجزائري قدام واقع ملموس صعيب ينكره. داكشي علاش كان الرد هجومي باش يشوه الناقل التونسي ويشوشوا على الرسالة اللي هي التطور المغربي. تونس اليوم لقات راسها بين مطرقة الحقيقة اللي كيشوفوها التوانسة بعينيهم في المغرب وسندان الضغوط اللي فرضها العلاقات مع الجزائر. ولكن هاد الحملة عطات نتائج عكسية ما كانش في الحسبان. محاولات الإملاء الخارجي دارت ردة فعل قوية في الشارع التونسي اللي رفض بقطاع واسع منه أسلوب الوصاية. بزاف ديال التوانسة عبروا على التضامن ديالهم مع المغرب، ماشي كتحيز سياسي، ولكن دفاعا على حريتهم في التعبير ورفضا باش يتم إقحامهم في صراعات ما عندهم فيها لا ناقة ولا جمال. إلا شفناها من زاوية أوسع، هاد الصداع كيبين واحد الانقسام سياسي صعيب ولا هو اللي حاكم العلاقات في المغرب الكبير. المحللين كيقولوا باللي النظام الجزائري كيشوف في نجاح النموذج المغربي تهديد مباشر لدوك القصص اللي كيروج ليها على أساس أنه هو القوة الوحيدة في المنطقة. داكشي علاش أي شهادة حق من برا وخصوصا من جارتنا تونس كتولي بالنسبة لهم طعنة في الظهر سياسية، ماشي غير مجرد إعجاب رياضي. وهكا التيران والمدرجات ولاو بلايص للمعايرة والتراشق في بلاصة ما يكونوا فضاء للروح الرياضية. هاد الأزمة بينت لنا أيضا باللي السوشيال ميديا ولات وسيلة قوية باش تشعل الصراعات الدبلوماسية وتخرجها من المكاتب المسدودة لقلب الشارع، وبلاصة ما يواجهوا مشاكل التنمية والبنية التحتية كيهربوا للحروب الكلامية باش يغطيوا الواقع. هاد الطريق ما غادي تدير والو من غير أنها تزيد تعزل الأصوات المتطرفة اللي ولات كتصدم كل نهار مع الحقائق الموثقة بالصوت والصورة، وهاد الشيء كيخلي بيع الأوهام للناس قضية خاسرة. في الآخر استضافة المغرب لكان 2025 عرات المستور وبينت أزمة ثقة حقيقية في المحيط المغاربي. الهجوم على التوانسة اللي بقاو محايدين ما قدرش يغطي على حقيقة التطور اللي وصل له المغرب، بل كشف الضعف ديال داك الخطاب وبين الخوف الحقيقي من عدوى المقارنة. وفي هذا المشهد كتبقى الرياضة اللي خاصها توحد الشعوب رهينة لحسابات سياسية ضيقة في انتظار نهار يغلب فيه العقل وترجع فيه الأولويات لبريصها بعيدا على لغة التخوين والوصاية.